السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا بقى النهارده كده يعني خلاص يعني كلها كام يوم كده ونبدأ نجهز اول يوم سحور لرمضان. طبعا كل سنة وانتم طيبين. تعالوا اقول لكم ازاي نعمل الفول بطريقة سهلة وحلوة جدا، والسر في المعلقتين اللي هنضيفهم على الفول النهارده. وكمان هنعمل عجينة الطعمية في البيت. معايا هنا ربع كيلو من الفول المدشوش، غسلته كويس وهنقعه في ميه. ونص كيلو من الفول هغسله برضو كويس وهنقعه في ميه. نص كيلو من الفول السليم وربع كيلو من الفول المدشوش. احنا دلوقتي كانت حوالي الساعة 12 او واحدة بالليل تقريبا، فانا هنقعهم واسيبهم لتاني يوم الصبح. زي ما انتوا شايفين كده انا هزود الفول التاني دوت اللي هو السليم ده مية تاني وهسيبه بقى للصبح. هنا بقى كنا تاني يوم شلت الفول من المية، صفيته من المية وغسلته كويس جدا. جبت الفوالة بتاعتي بقى وهبدأ احط الفول فيها. الفوالة بتاعتي دي بتاخد حوالي كيلو الا ربع تقريبا، او نص كيلو. لا بتاخد نص كيلو، لان انا النص كيلو ده انا مش عاملاه كله، انا شايله منه شويه. يعني انا جبت نص كيلو فول ما بلتهوش كله، انا شلت منه شويه. يعني اللي معانا في الطبق دول نص كيلو، يعني الا حاجات بسيطه كده شويه صغيرين. فهصفي بقى باقي الميه اللي فيه كده واجي افضيه كله في الفواله. ما عندكيش الفواله ممكن تسويه في اي حله عاديه، وممكن كمان لو عامله كميه كبيره نعمله في حله الضغط. بس انا حالة الضغط بتاعتي كبيرة قوي، فما كانش يعني مرضتش اطلعها على الكمية دي. يعني قلت مش ازمة. معايا هنا معلقتين عدس على معلقة رز، غسلهم كويس جدا ومصفيهم هفضيهم على الفول. معايا كمان جزراية وطماطماية وليمونة. الليمونة انا قطعتها كده قطع صغيرة، والجزراية حلقات ممكن تبشريها. والطماطماية برضو انا مقطعها قطع صغيرة مكعبات كده. هنحط معلقة كركم. الكركم بيدي لون حلو قوي للفول، بيخلي لونه اصفر كده وحلو. هجيب بقى ميه سخنه او ميه مغليه في الكاتل او على البوتاجاز، وهزود بيها الفول. هحط الاول معلقه خل، ودي اول معلقه من المعلقتين اللي انا قلت لكم عليها. المعلقه التانية مش هتبقى خل خالص، مكون تاني هيخلي الفول بتاعنا في حته تانية جدا. هنا انا حطيت معلقه كبيره مليانه خل. هزود بقى ميه مغليه. مش هامله الفواله للاخر علشان اسيب لها مجال ان هي تستوي، يعني تغلي ومن غير ما تفور. وبرده فارت وبهدلت البوتاجاز. هاخد بقى الفوالة بتاعتي دي، بعد ما اقلب اديها تقليبه كده، اقلب الحاجات اللي انا حطيتها كلها مع الفول كده. يبقى تاني انا حطيت هنا نص كيلو من الفول، عليهم معلقه كبيره من الخل، عليهم معلقه كركم. حطيت كمان توم، لا ما حطيتش توم، حطيت كمان جزر، طماطم وليمون، ومعلقتين من العدس الاصفر ومعلقه رز. انا بجيب دي بقى اي حاجه عندك كده، بملاها ميه وبحطها فوق الفتحه بتاعه الفواله من فوق، علشان تفضل فيها ميه مغليه. وقت ما احب ازود الفول ازوده بميه سخنه على طول. انا هنا كنت خدت الفول ولعت عليه. اول ما يغلي ههدي عليه النار واسيبه بقى يستوي على نار هاديه. هنا بقى الفول المدشوش انا صفيته كويس جدا من الميه اللي فيه، جبت عليه بصلايه صغيره صغيره جدا. البصل الكتير بيخلي الطعميه تفك. هنا كمان حطيت فلفلاية خضرة، وحطيت نص واحد فلفل حراق او سبايسي شطة حراقة. حطيت كمان معلقة صغيرة توم، 3 4 فصوص كده، بس انا عندي التوم مهروس. وحطيت كمان كزبرة. هنا بقى الكبة بتاعتي طبعا انتوا عارفين انها بايظة، فهشتغل في الخلاط. طبعا طالما هنشغل الخلاط على او هنعمل عجينة الخلاط في الطعمية،
فهتعوز نخلي جنبنا كوباية مية نزود بيها شوية شوية عشان تمشي الخلاط، لكن لو في الكبة مش هنحتاج مية خالص. اقول لكم تاني احنا عملنا ايه. نص كيلو فول، ربع كيلو من الفول المدشوش. حطيت عليه كزبرة خضراء، كزبرة بس الخضرة الكتيرة برضو بتخلي الطعمية تفك. لو عندك كرات هينفع، هيبقى حلو جدا، بس انا بصراحة ما لقيتش كرات فجبت كزبرة خضراء بس. فلفلاية خضراء، نص واحدة فلفل او شطة سبايسي، معلقة توم، معلقة صغيرة خالص توم، وبصلاية هنقطعها قطع، بصلاية صغيرة. نص كيلو فول ربع كيلو من الفول المدشوش معلش، عليهم بصلاية صغيرة، معلقة توم، كزبرة خضراء، وفلفل اخضر، وشطة او فلفل سبايسي. بصوا هنا بقى انا هبدأ احط شوية مية بشوية مية، هي اخدت معايا بالظبط نص كوباية عشان بس تمشي الخلاط معايا. بصوا بقى هنا شكل العجينة بتاعت الطعمية واللون الاخضر بتاعها. العجينة طالعة ناعمة جدا مش خشنة خالص زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى كنت خلصت، هطلع العجينة بتاعتي في مصفى كده وهصفيها كويس من المية اللي احنا حطيناها. انا هديها تقلبتين كده وهي في المصفى لحد ما تصفي المية. انتوا شايفين المية نزلت اهي، اتصفت. بصوا بقى دي كمية المية اللي احنا حطيناها، او نص كوباية المية اللي احنا زودناها. انا صفيتها كلها كده زي ما انتوا شايفين اهو. وكده الطعمية عندي هتبقى جاهزة، او العجينة بتاعت الطعمية جاهزة. هاخد بقى العجينة هفضيها في طبق تاني. طبعا لو عندك مضرب كهربائي، بس انا طبعا ما عنديش، والهاند بلندر زي ما قلت لكم بايظ. هنديها ضربة كده بالمضرب كويس جدا، او لو عندك عجان حطيها في العجان علشان تبقى هايشة كده وتبقى نافشة كده معانا وخفيفة. انا هنا هاخدها في حاجة واسعة وبالمضرب السلك، مضرب البيض العادي اليدوي، وهبدأ اضربها كويس. هعملها الاول كده بالسباتولا، هلاقيها مش هتبقى نافعة قوي معايا فهجيب المضرب. طبعا اليومين اللي فاضلين على رمضان دول ممكن نعمل منهم بقى عجين طعمية للفطار. بيجي علينا ايام في رمضان بنبقى زهقنا بقى من الاكل كل يوم والطبيخ والاكل الكتير اللي بنعمله، فعايزين حاجة كده خفيفة، فممكن نعمل بطاطس محمرة، طعمية، فول. ممكن يوم على السحور. فالعجينة بتنفع يعني، طعمها حلو، وكمان عايزة اقول لكم ريحتها حلوة جدا. هضربها بقى كويس جدا كده بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده، حاسه انها تضاعفت معايا او نفشت. هبدأ بقى اجربها. انا سخنت الزيت، هاخد بقى من الطعمية كده على ايدي وابدأ اشكلها. طبعا انا مش عاملة كمية كبيرة معاكم لان دي اول مرة اعمل عجينة طعمية في البيت، فقلت هجربها معاكم، ولو نفعت هطلع لكم بالطريقة، ما نفعتش يبقى خلاص. بس الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك، يعني النتيجة انا راضية عنها جدا. العجينة طعمها حلو وريحتها حلوة. ما شربتش زيت خالص وما فكتش معايا في الزيت خالص. فانا ان شاء الله باذن الله هنخلص ده اليومين دول، وقبل رمضان هعمل كميه تانية بقى لرمضان. انا حبيت بس اشارككم الطريقه. بصوا هنا بقى بوريكم ان الفول كان بيغلي خلاص. هوطي عليه بقى، بصوا النار، وهديت عليه النار خالص. دي بقى انا حطاها زي ما قلت لكم علشان الميه تفضل سخنه لو انا هزيد منها الرز، لو انا هزيد منها الفول معلش. بصوا هنا بقى بوريكم الفول كان خلاص دخل في السوا معايا. هنا بقى هقول لكم على المعلقه التانية اللي انا قلت عليها في اول الفيديو، او السر التاني. هنا معايا ربع كوبايه ميه، هحط عليها معلقه كبيره دقيق. ايوه معلقه دقيق زي ما انتم شايفين كده. هدوب الدقيق كويس جدا في الميه. اهم حاجه بس نقلبه كويس، ما يبقاش فيه كلاكيع خالص ولا تكتلات. معلقه الدقيق دي هتخلي الفول يروح مننا في حته تانية خالص. جربيها.
هنا بقى والفول بتاعي بيغلي هنزل عليه بالميه اللي انا مدوبه فيها الدقيق، هديله بقى تقليبه. هجيب بقى من تحت لفوق كده ومن فوق لتحت عشان اخلي الدقيق يدخل لكل الميه اللي في الفول. بصوا بقى تقل ازاي. بص لونه تحفه جدا، ريحته كمان حلوه قوي، وطعمه كمان بجد جميل جدا يعني. طعم فارق طبعا عن اللي بنجيبه من بره كتير. جربي بقى تعملي الفول لسحور رمضان بالطريقه دي، وتحطي معلقه خل في الاول ومعلقه دقيق اول الفول ما يستوي، وجربي وشوفي طعم الفول معاكي هيبقى عامل ازاي. هنا بقى بوريكم الفول وانا بهرسه. ما شاء الله اللهم بارك، يا رب بألف هنا وشفا. اتمنى بقى ان الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، واتمنى تجربوا وصفاتي، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. انا هنا بقى بعد ما خلصت الفيديو لقيت ان انا نسيت احط اصلا المقطع بتاع الطعمية وانا بقليها، وانا بوريها لكم بعد ما اتقلت. فده شكل الطعمية. بصوا ما فكتش خالص في الزيت ولا اي حاجة خالص، ولا مفرولة ولا اي حاجة. الطعمية ناعمة جدا وهشة جدا وطعمها تحفة. طبعا تقدري بقى تعملي لها خلطة كده وتحشيها بيها بصل وطماطم وشطة. ممكن تحطي عليها سمسم، كزبرة. ممكن كمان تحشيها جبنة وتقليها محشية جبنة، بتبقى طعمها حلو قوي. فهنعمل كل الوصفات دي مع بعض ان شاء الله المرة الجاية، واحنا بنقليها بقى بعد كده. بصوا بقى شكل الطعمية بتاعتي لما قليتها، مستوية هشة جدا، طعمها حلو جدا ومش شاربة زيت خالص. وبالهنا والشفا.